عارفين إن أغلب المشاكل الأسرية مش بس سببها الخناقات الكبيرة، لكن كمان سببها إن إحنا مش قادرين نتكلم ونسمع بعض. معاكم دينا العسال، أخصائي نفسي كلينيكي وأخصائي علاج بالفن، حاصلة على ماجستير صحة نفسية وزمالة البورد البريطاني للعلاج بالفن، وعضو في اتحاد المعالجين النفسيين العرب. كتير من مشاكل البيوت الموجودة دلوقتي أغلبها هو غياب التواصل الصح بين الزوج والزوجة، كمان الضغوطات المادية والنفسية اللي بتنفجر في شكل خناقات صغيرة، أو حتى إن مفيش وقت للأسرة إنها تتشارك فيه بجد. الموضوع مش بيقف بس عند الخناقات، لكن للأسف بيسيب آثار نفسية خطيرة على الزوجين وعلى الأطفال. الأطفال لما بيعيشوا في أجواء متوترة ده بيأثر على دراستهم وسلوكهم وعلاقتهم مع أصحابهم. الحقيقة إن الحل مش دايما صعب، ممكن نبدأ بخطوة بسيطة زي إن إحنا نحدد وقت نقعد فيه مع بعض من غير موبايلات ومن غير شاشات، وده بنسميه فاميلي ميتنج. نحاول نسمع بعض بتركيز، مش بس نفكر هنرد إزاي. نعبر عن مشاعرنا بدون أحكام، بدون هجوم، بدون أي اتهام من الأطراف التانية. لو لقينا إن رغم المحاولات دي مش قادرين نوصل لحل، ده وقت الاستشارات الأسرية مع متخصص. المتخصص بيقدر يشوف الموقف من بره ويساعدك بحلول عملية ترجع التوازن لعلاقتكم تاني. لو وصلت للنقطة دي تقدر تلاقي كل اللي محتاجه هنا في مركز زين الطبي وتحجز مع كلانيدو. هتلاقي خطة علاج معمولة مخصوص على مشكلتك وظروفك.